بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ببساطة مهمة اليوم. والنهاردة احنا ما زلنا مع الثقة بالنفس، وقلنا إن هي مهارة الإنسان ما بيتخلقش بيها وبيطورها في حياته يعني. فالحق سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا. يبقى الأصل في الإنسان إنه عنده هلع وخوف وعدم ثقة بنفسه في أغلب الأحيان. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى زي ما قلنا ان الرياضه كانت مهمه امبارح، بكره ان شاء الله عايزين يبقى مهمه يعني مهمتنا ان شاء الله الصلاه. فالواحد محتاج انه يصلي في المسجد للرجال، محتاج انه يخشع في صلاته، والنساء محتاجه برضه ان هي تصلي في وقتها وتخشع. في 4 اسباب عايزك تفتكرها قبل ما بتصلي. اقعد كده مكان ما بتصلي افتكر ال4 اسباب دول. السبب الاولاني: انا بصلي عشان اكون سعيد. قال الحق سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يبقى لو انت عايز ان شاء الله انك تكون سعيد لازم تصلي. السبب الثاني ان الانسان بيحتاج لحاجات في حياته، فعايز تتجوز، عايز فلوس، عايز تشتغل، عندك امتحانات، عندك اي حاجه. فاقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. تسجد في صلاتك وتقترب وتسال الحق سبحانه وتعالى من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احب الاعمال الى الله يعني الصلاة على وقتها. يبقى أول ما الأذان يأذن نروح المسجد على طول وأسجد واقترب، وللنساء في البيت وتصلي واسألي بقى اللي أنت عايزاه. السبب الثالث هو المعاصي. كلنا عندنا معاصي وذنوب، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. يبقى الواحد يستغفر الله عز وجل، والصلاة مكفرات للذنوب. السبب الرابع الموت. صلي صلاة مودع. يعني لو قلنا إن النهاردة آخر يوم، تفتكر صلاتك بشكلها عامل إزاي؟ إذا مهمة اليوم: إن الإنسان خلق هلوعا. الأصل إن هو ما عندوش ثقة في نفسه. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى من أسباب الثقة بالنفس هي الثقة في الله عز وجل، ثم في النفس الصلاة. يبقى مهمتك النهارده إن شاء الله الصلاة بشكل مختلف، في خشوع، وفي المسجد مصنع الرجال، مكان ما بيتربي الرجال هو المسجد إن شاء الله. فأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، والسلام عليكم.